السلام عليكم، وياكم أخوكم عباس العراقي. حسن تعرف على بنت اسمها زينب من أيام الطفولة، ومن كان عمرهم تقريبا بالسبع سنوات. والآن هسه أنا حسن وراح أكمل لكم القصة. أنا من كان عمري 7 سنوات، ومن كنت صغير بأيام الابتدائية تعرفت على بنت اسمها زينب، وكنا نلعب سوا بالساحة مالت المدرسة من تصير الفرصة، وهاي تذكرون احنا ايام الطفولة مالتنا. وكنت هواية اسوي مشاكل على مودها، وكنت ما اخلي اي شخص يتقرب عليها. الوحيدة هي زينب، كانت مدرستنا مختلطة ولد وبنات، والوحيدة هي زينب اللي من انا وصغير ما اخلي اي واحد يتقرب عليها، وتعلقت بها كلش من انا وصغير. المهم بعد ما كبرنا ووصلنا المتوسطة وعرفنا شنو اللي بداخلنا، وعرفت انه انا احبها وهي همين تحبني. وبعد ما تواصلنا انا وياها اشترت هي جهاز وصار تواصلنا على الجهاز. المهم بعد ما وصلنا الاعدادية ودخلنا الكلية انا وياها، فدخل موضوع بيناتنا قام يشغل بالنا وصار كل وقتنا بيه. فتحنا موضوع الزواج انا وياها، وكان كل تفكيرنا يجي يوم نصير انا وياها لبعض، واصير انا اب وتصير هي ام، وظلت علاقتنا مستمرة وكلش حلوة. وكل يومين مثل كالعادة نتخابر ونحكي ونسولف بالليل وماكو اي شي. بس هي اخير ايام قامت تقول لي حسن تعال اخطبني، حسن تعال اخطبني، لان حست ابن عمها يريد يتقدم عليها، لان صار حكي عندهم بالبيت. وانا مقتنع بها وقلت لها لا عادي، انا جا خطبك ولا تهتمين لهذا الموضوع ابد. وظل تواصلنا مستمر وكلش عادي، ورغم بالكلية قد رادوا يسوون مشاكل بيناتنا وما قدروا يفرقونا ابد، وكانوا يتمنون بس يصير مشكلة بيناتنا. هالقد ما علاقتنا حلوة وكلش احبها وتحبني. المهم اخير ايامنا خابرتني، قالت لي حسن هذا الاسبوع لازم تجي تخطبني، لان ابن عمي ترى راح يتقدم علي، وتعرفون بعض الناس والعشائر البت العم لابن العم. وانا سمعت بهذا الموضوع قلت لها ان شاء الله الاسبوع الجاي انا راح اجي اتقدم لك. وكان تقريبا بوقتها يوم اربعاء، وتخابرنا انا وياها اخير يوم الجمعة. وبعد يوم الجمعة ما شفت عنها اي خبر ولا اتصال، وصار يوم الاحد وهي بالكلية ماكو، وبعد هالايام هي بالكلية ماكو، ودق عليها ما حد يجاوب، ظل بالي مشغول يمها. وعرفت انا شكيت بالموضوع بس ما متأكد، قلت خاف مريضة لان هي مرض تتمرض ما تجي. المهم ظليت ادق عليها ماكو، ادق عليها ما تجاوب، ادق عليها ما تجاوب، ظل بالي شوية يمها. وصار اليوم يوم ثلاثاء، قلت احنا متفقين الخميس اروح اخطبها. المهم ادق عليها وزينب ماكو، ادق وزينب ماكو، انشغل بالي بالاكثر. قلت يا رب شنو صار لها فشي. وصار اليوم خميس، واليوم لازم اني اروح اتقدم عليها، متفق وياها. دقيت عليها الصبح ماكو، ما جاوبتني. دقيت اكثر من مرة همينة ما جاوبتني. وبعدين دقيت العصر وجاوبتني. قلت لها الو زينب، وجاوبتني وقالت مخطوبة وغصب يا فلان، خطبون ورضيت انا. مخطوبة مخطوبة وغصب يا فلان، خطبون ورضيت انا. يذبحون النصيحة لا وصير الا خبر كان. يذبحون وتظل انت وحيد بهاي دنيانا. لبست الخاتم بايدي، لبست
الخاتم بيدي ويا ايدي حيل حزنانه، هلاهلهم ويلي يا فلان ولا شنموش العروس انا، واقول للشامت النجاي قل له روح وكل فلان، قل له تريدك فلانه ولا كان ما حد يجي وياك، انطيه الرساله وقل له حزنان الخميس الجاي زفتها وتريد تشوفك فلان.